تشكيل الزمالك الرسمي ضد انبي. المهدي سليمان دي ممتازه، والتشكيل بالنسبه لي كله مفهومه ممتاز، بس برضه يا جماعه فكره فتوح وينج مش عملناها في زد وكانت وحشه، وعملناها في بيراميدز ووحشه. بص، لو فتوح لعب وينج زي ما متوقع يعني اراها رؤى العين، بين الشوطين هيروح مطلع محمد سيد او عبد الله السعيد ويدخل فتوح وينج وينزل شيكو بنزا، هنحرق على الفاضي 45 دقيقه. بس التشكيل كويس ليه؟ لانه ما عملش ان التمانيتين عبد الله وفتوح، تمانيتين عبد الله وفتوح شفناها دفاعيا بتعمل كارثه بعد لما بتجيب جون. حط محمد سيد بوكس تو بوكس وعبد الله لعيب كوير. اتمنى الشوط الثاني ادم كايد ياخد مكان عبد الله، عشان عبد الله بيبقى قطع نفس، ونطلع عبد الله ونطلع فتوح وننزل مين؟ عدي الدباغ، وبزيرة يروح شمال، ما تنزلش شيكو بنزا الا لو في مساحات قوي وانبي فتح نزل شيكو بنزا. عايز اقول نقطه سريعه، هتشوفني بعد الماتش جاي بزعق او متعصب لو تعادلنا او لا قدر الله لا قدر الله خسرنا، بس لو تعادلنا النهارده احنا ما فقدناش الامل. انا اللي بقول لك كل هتلاقيني بعد الماتش جاي بزعق، ما فقدناش الامل ولسه بدري، يبقى 4 نقط مع الاهلي و3 مع بيراميدز. انت كسبان بقالك 8 مطوشه، مش طبيعي هتكسب 7 كمان وتعمل ستريك 16 او 15 ماتش، اكيد هتتعثر. مش الماتش ده باذن الله وان شاء الله هنكسب، بس بقول لك عشان لو اتعادلنا يجي يقول لك خلاص بقى راحت والزمالك وقع، انت لسه هتفضل متصدر دوري. شوف انا بقول لك الكلام ده دلوقتي، وهتفتح قناتي بعد كده هتلاقيني بزعق عادي جدا، بزعق عشان هيبقى فيها اسباب غبيه، سواء دلع او سواء تغييرات غلط، او سواء لو التحكيم فكر يعمل حاجه كده او كده. ان شاء الله الزمالك هيكسب وياخد التلاته بونت ونكمل الاستريك بتاعتنا. التشكيل الى حد ما كويس، وان شاء الله التغييرات تبقى في ميعادها زي ما كابتن معتمد بيعمل.